صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب ويا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا قمر التم إلى مسرار ذاب محبوك من الانتظار. لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار. فيا قريبا شفنا هجره والبعد صعب من قريب المزار. اليوم جمعة مقرون باسم مولانا صاحب العصر والزمان. متى نرى بيضك مشحوذة كالنار كالماء صاف لونها وهي نار. متى نرى خيلك موسومة، متى نرى خيلك موسومة للحرب تعدو فتثير الغبار. متى نرى الأعلام منشورة على كمات لم تسعها القفار. متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول استتار. متى نرى غلب بني غالب للحرب يدعون البدار. اخذها المرسال يا مرسولها واطوي بيها جبالها وسهولها. سابج الريح بأصيلة محجلة
وخذ من عندي رسالة معجلة، ومن تصل ديرة بني عمرو العلا، حينزل هالنوب حينزول. انتوا أولاد علي أهل الحسكة، هذا الحكي لكم تعرفون قيمته. حينزول الحي وجز بالخطاب، وفرع بوسطتهم وفل الكتاب، ولا توانن كانك شايل عتاب، الكلمة من تخنق بصدرك قولها. قول واعتب لكن بعتبك أريد، تخاطب الظل من بني هاشم شريد، حشمه يدق الحديد على الحديد، وياخذ الدنيا عرضها وطولها، ياخذ الدنيا على المر والشري، ويرجع ومن يرجع بدينا الطري، يرف راية حيدر بظهر الغري، وراية الأنصار تلتف حولها، تلتف الرايات من حوله وتحف، ويرد ياخذ دم هلا الواحد بلف، الكلف ما يقدر عليه غير الكليف، والثقال تخف عليه حمولها، اي خف ثقيل الحمل الثار ثقيل، واللي يعدل كفل الكفل تميل، ترى بعيونه قذا وبذنه صليل، غايته لو بالثرى ينولها، وغايته يملي الأرض قسط وعدل، ويرد ثار الظل ثلاثة بلا غسيل، من شتل بس الهضم عقب الشتل عاري، وبصدره تدوس خيول، من ضلوع الخيل عبرت للخدور، والأمر ما يخفى دراع الأمر، كم مصونة لنازعوها على اليزور، وكم يتيمة لسلبوها حجولها، وإن كان ذنب للرجال بهالفجيعة، وانذبح ضام حسين يماي الشريعة، شنو الذنب يا ناس في ذبحة رضيعة، وشنو الذنب زينب يركبوها المهازي، وإن كان أنسى اللي جرى ما يوم أنسى، ليل الخرايب على الحريم شلون أمسى، وسط الطشيت راس السبيط خامس الخمسة، وبالخيزران يزيد مثل به تمثيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا
أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. لقبول مجلسنا وزيارتنا وشمولنا بألطاف مولانا صاحب العصر والزمان، ارفعوا أصواتكم ثلاثا بالصلاة على محمد وآل محمد. واحدة من أهم التحديات التي يواجهها المؤمن في زمن الغيبة هو ابتعاده عن زمن النص كما يسمى في الاصطلاح. شنو زمن النص؟ زمن النص هي الفترة التي كان الإمام عليه السلام يتكلم بلغة يفهمها العرب في زمانه، وهي اللغة التي أنزل الله تعالى القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث لما كان العربي في ذاك الزمان يسمع أوامر المعصوم، يسمع النواهي، يمتثل إلى إرشادات القرآن الكريم، يفهم لغة العرب. ليش احنا مو عرب؟ لا، احنا عرب، ولكن بعد أكثر من 1000 سنة هذه اللغة تبدلت، معانيها تحورت، تداخل الثقافات، الغزو التركي، الغزو الفارسي، الثقافات الهندية، التشريد الذي حصل لأتباع أهل البيت أدى إلى أن اللغة تأخذ في بعض جوانبها نواح أخر. والتحدي الذي يواجهه المؤمن أن شلون بعد أكثر من 1000 سنة من زمن النص إذا قال المعصوم عليه السلام كلمة أنا أعرف مراده من هذه الكلمة. أعطيك مثال. شوف احنا ايش قد عندنا روايات في استحباب الوضوء قبل الطعام. الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، الوضوء قبل الطعام يدر الرزق، ينزل البركة على البيت، يطرد الشياطين، مجموعة من الآثار الوضعية المترتبة على الوضوء قبل الطعام. لما تراجع كلمات العلماء يقول لك الوضوء في زمن رسول الله والأحاديث النبوية المنسوبة إليه صلى الله عليه وآله كانت بمعنى غسل اليد، مو بمعنى هذا الوضوء الفقهي مسحتان وغسلتان. فإذا قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله يحث على الوضوء قبل الطعام بمعنى مجرد غسل اليد. إنزين، في زمن الصادق عليه السلام تعرض إلى مسألة شبيهة، الله يرحم السيد الخوئي، يرحم كل علمائنا، بحث هذا البحث مفصلا في أبواب الطهارة. يقول الوضوء في زمن الصادق عليه السلام عندما يقول على سبيل المثال يكره للجنب مجموعة من الأمور، من ضمنها أن يأكل المجنب على جنابه. والحل شنو؟ الحل يتوضأ قبل أن يأكل الطعام. من يقولون الوضوء بمعنى الوضوء الفقهي، يعني غسلتان ومسحتان. هسه مناك الوضوء بمعنى غسل اليد، هنا الوضوء بمعنى فقهي. ليش؟ يقول لأن كلمة الوضوء في زمن رسول الله غير كلمة الوضوء في زمن الصادق عليه السلام. هذه شغلة الفقيه اللي علماءنا جزاهم الله خير سدوا عنا هذا الثغر. 70 سنة 80 سنة أصول ومنطق وبلاغة أو نحو مقدمات العلم، حتى يعرف عقب 70 سنة يقضيها في الحوزة يعرف إذا قال الصادق وضوء شنو يعني، غير عن إذا قال رسول الله الوضوء. وكذلك في بقية المصطلحات الفقهية. الحج مطلق القصد ثم انتقل المعنى إلى حج بيت الله الحرام. ما أدري، الزكاة مطلق النماء ثم انتقل إلى مصطلح فقهي. الصلاة مطلق الدعاء ثم انتقل إلى صلاة خاصة، وهكذا في أبواب الفقه. جزى الله العلماء وهذه قم المقدسة وتلك النجف الكبرى اللي من زمن الغيبة إلى اليوم يصدرون هذه العلماء اللي هم يقفون على ثغر إبليس حتى يبين لك تكليفك الشرعي شنو. الحمد لله هذه قضية مو محل بحثنا، هذه قضية تخصصية توكل إلى أهلها وأنا لست منهم. الكلام اللي على عامة المؤمنين في زمن الغيبة حتى
حتى بقية المصطلحات، بقية الكلمات التي لها بعد أخلاقي أو لها بعد سلوكي هم تحتاج إلى إعادة تعريف. وأنا أعطيك مثال حتى مقدمة البحث تكون واضحة، وأنا في محضر أهل العلم وعمامي وتاج راسي شيبتنا وكبارنا، أنا أتجاسر الحديث في محضرهم، إنما أنا أحدث بحديث أهل البيت عليهم السلام. شوف على سبيل المثال مصطلح القوي والضعيف، احنا في ثقافتنا العامة كأن القضية واضحة. خلينا نطلع نسأل عامة المؤمنين من هو القوي، يقول لك هذا اللي عنده بنية مثلا سليمة، بنية صحية سليمة. هذا مو غلط، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا مر على جماعة يحملون الصخرة يقول لهم شو تسوون؟ يقولون يا رسول الله عندنا رفع أثقال حتى نشوف من فينا أقوى. فكان صلى الله عليه وآله يعيد تعريف القوة في أذهان المسلمين، وقال حديثه المشهور ليس القوي بالصرعة ولكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. شوف اعطاك بعد ثاني للقوة والضعف. اللي في مشهد ثاني مر على شباب أحدهم يصرع الآخر، هذه بعض الألعاب الشعبية بذاك الزمان، اثنين شباب داخل دائرة، من يقدرها تعبيرنا يجيب الثاني اجتاف، يثبت اجتاف الثاني هو الأقوى. رسول الله يقول مو هذه القوة، إنما القوي الذي يصرع غضبه. شوف اعطاك بعد ثاني للقوة والضعف. ما أدري من رسول الله في مرة أخرى يمر على جماعة قد اجتمعوا على مجنون يضحكون عليه، ومع الأسف هذه الآفة إلى اليوم موجودة. تشوف البعض يحاولها هالشكل، يستظرف دمه، يستخف دمه على واحد الله مبتلي، بتعبيرنا يقوم يشمر عليه، يقوم يستخدم بعض الألفاظ حتى يضحك الناس. رسول الله قال على شنو مجتمعين؟ قال يا رسول الله مجنون اجتمعنا عليه. قال هذا رجل قد ابتلاه الله، هذا مو مجنون، هذا مبتلى مريض. أفلا أنبئكم من هو المجنون حقا؟ قال ذاك الذي يحرك عطفيه ويتبختر في مشيته ويرجو على الله جنته وهو لا يعمل لها، هذا المجنون. ذاك اللي الله مبتلاه نعم إلى بعد فقهي في الجنون، قضية حجر الأموال لازم ما يطب المسجد، مرفوع عنا القلم، إلى أبعاد فقهية. ذاك المجنون ما نفى عنه الجنون، ولكن يقول أكو واحد مجنون أكثر من هذا المجنون، وهو الذي ينسى أن وراء حسابه كتاب. إيش قد احنا نحتاج نعيد تعريفاتنا حتى لا يكون لا سمح الله حشاكم انتم أهل الإيمان وأهل العقل والرجاحة، ذاك البعيد حسباله هو أعقل العقلاء وإذا به في تعريف رسول الله مجنون. ذاك حسباله هو أقوى الأقوياء، يوميا 3 ساعات بالنادي حتى يكبر عضلته، وإذا طلع بالشارع واحد لف عليه رأسا تجاسر عليه بالكلام. أنت على شنو قوي إذا ما تملك غضبك؟ شوف، فتعريف الغضب، تعريف الجنون، وهكذا أقدر أنا أعدد لك مئات المصطلحات في تعريف رسول الله معنى، وفي تعريف عامة الناس معنى ثاني. إخواني شنو العيد؟ اطلع برا اسأل الناس شنو العيد، يقول لك 1 شوال، أكو غيره؟ في تعريف أمير المؤمنين عليه السلام وكل يوم لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد، يعني بحيث مثلكم أهل الإيمان وأهل التقوى 365 يوم بالسنة عندكم عيد. ليش؟ لأن تمر أيامكم بدون معاصي. وذاك البعيد اللي في يوم شوال من باب أنه يوم عيد شكو صايم 30 يوم يخربه في هذا اليوم اللي هو محسوب يوم عيد، فيصير حتى عليه حتى يوم العيد اللي هو يوم الغسل ويوم دعاء الندبة ويوم صلاة العيد، حتى على هذا العاصي حتى عيد مو عيد حسب تعريف أمير المؤمنين. الحياة لها معنى غير معنى، الموت له معنى غير معنى، الأعمى والبصير، ما أدري، المرأة، العفة، النجابة، الرجاحة، كل هذه المعاني في تعريف رسول الله في تعريف القرآن الكريم تأخذ بعدا آخر. طيب، بعد هذه المقدمة اللي نقول على المؤمن إذا أراد أن يتعلم ويثني ركبتيه تحت منبر رسول الله لازم يشوف الرسول شو يريد من هذه المعاني. ومنها أخواني، ومنها المفهوم الذي شوه أيما تشويه، وهو مفهوم الحب. ليش أنا أقول هذا الكلام أخواني؟ لأن مجرب بس نقعد مع الشباب أو نقعد مع تاج راسنا عمامنا في المجلس، أقول لهم أنا الليلة أريد أتحدث عن الحب. واحد لازم يسألني يقول لي أي حب؟ إذا الحب مال المسلسلات التركية ومال القصائد الغزلية، لا والله حاشاكم، وحش منبر الحسين أن ننزل به إلى هكذا إسفاف.
ولكن الحب الذي يتحدث عنه المعصوم، الذي يتحدث عنه القرآن الكريم، ذاك شيء أرقى من ذلك. ذاك إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين. معنى ثاني في معنى الحب الذي يقصده المعصوم في كلماته. الحب الذي يطرحه القرآن الكريم هو عبارة عن في نص رسول الله بأنه أوثق عرى الإيمان بعدما اجتمع مع أصحابه. أصحابي، ما هي أوثق عرى الإيمان؟ العروة أخوان، العرى جمع عروة، والعروة كل بحسبها. يقولون هذا الذي يمسك منه الشيء تسمى عروة. عروة الباب هذه لزمة الباب. هذا الإناء هذا تشوفونه هذا ما بيه عروة، هسه أنا أمسكه براحتي لأن حرارته مناسبة، لكن لو هذا ماي مغلي ما أقدر ألزمه، يراد له عروة لأن بالعروة إذا مسكتها أقدر أسيطر على بقية الإناء. أنتوا أهل العزوبية وأهل الضيافة لما يجونكم الزوار في الأربعين أتقدم له الذبيحة بصينية شنو؟ صينية أم العراوي. ليش؟ حتى لا تفلت منك، بحيث هاي الصينية أو هذا الكأس أو هذا الباب إذا مسك من العروة سيطرت عليه. وقيل العروة هي النتوء الخارجة من الجبل، اللي شايفين بعض المتسابقين في بعض الرياضات لما مسابقة تسلق الجبال يحتاج يخلي إيده في مكان ثابت حتى لا يفلت منه، وإذا فلت منه هوى إلى الحضيض، هوى إلى الوادي. هذه تسمى عروة الجبل. الإيمان كذلك له عروة، بحيث الذي يستمسك بالإيمان بأوثق عراه لا ينفلت منه ولا تنفصم العروة، فيحافظ على ثبات إيمانه. أصحابي، ما هي أوثق عرى الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بل قولوا. مر عليكم أنتم كثير من الأحاديث لما المعصوم يسأل أصحابه سؤال وأصحابه يبينون عجزهم، المعصوم عليه السلام يجاوب. في هذا الحديث أصر رسول الله أن أصحابه يقولون كل واحد شنو بباله. هذا قال الصلاة يا رسول الله، ذاك قال الصوم، ذاك قال الزكاة، ذاك قال الحج. قال كله على حسنه وكله له أجره، ولكن أوثق عرى الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله، أن تعطي في الله وأن تمنع في الله. شوف الطاء بعد آخر، الطاء معنى آخر. وكان صلى الله عليه وآله وكان عليه السلام من أولاده المعصومين إذا سئل هل الحب من الإيمان في شيء وهل الحب من الدين في شيء كان يجيب عليه السلام وهل الدين إلا الحب. هذا بيان يفيد الحصر. ثم كان يتلو عليه السلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هنا يأتي الكلام بحيث هذا الحب الخطير الذي يشير إليه المعصوم عليه السلام مو مجرد عواطف جياشة، مو مجرد قصائد غزلية، مو مجرد ادعاءات. هذا الحب الذي يشير إليه المعصوم عليه السلام يتجلى بالاستنان برسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كنت تحب الله فإن حبك لله يتجلى بمقدار اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وآله. وبالكم في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، وأنتم أولاد علي، وذكر أمير المؤمنين في الحقيقة يطيب النفوس ويشنف الأسماع صلوات الله عليه، حيث قال كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه. وكان إذا وضع قدمه صلى الله عليه وآله على موطن وكان الرائي يرى آثار أقدام رجل واحد يمشي، لأن أمير المؤمنين كان يتقصى أن يضع أقدامه حتى في أماكن مداس رسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان يفعل شيء إلا وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله. لطيف أحد العلماء يقول احنا عندنا ضابطة، عندنا مسطرة حتى نعرف احنا ايش قد نحب الله. يقول خلينا نشوف ايش قد متبعين رسول الله حتى في أدق التفاصيل. يقول له شنو يعني أدق التفاصيل؟ يقول هذا تقليم الأظافر، واحد ايش وقت يقلم أظافره؟ إذا قال لا والله أنا أضمها كل خميس وجمعة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله بهالمقدار. أما بعد قضية معاملته مع الزوجة ومعاملته مع الجار ومعاملته مع العدو ومعاملته مع الله سبحانه وتعالى وصلاته وتواضعه، هذا موضوع بعد واضح. يقول حتى في أدق التفاصيل فلينظر أحدنا كيف يتأسى برسول الله، فإذا كان متأس برسول الله فهو محب لله عز وجل، وإذا كان محب لله فهو قد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. من لطيف ما قرأت في سيرة أمير المؤمنين
يقولون بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله أتى له بعض المحبين له بطبق من الفالوذج، والظاهر هاي الفالوذج مو نفسها هاي الفالودة اللي هسه نوع من المرطبات، ولكن تشبهها. أنا شوية تابعت الموضوع، شفت هذا الفالوذج بيه سمن وبيه طحينة وبيه عسل، في النهاية يبدو نوع من المرطبات، نوع من الحلويات التي ما كانت في زمن رسول الله. الجماعة مسوي لهم فالوذج وجايين لي أمير المؤمنين، يا أبا الحسن اشتهينا تاكل ويانا. قال لهم شنو هذه؟ قالوا أكلة جديدة اسمها فالوذج يا أبا الحسن. فقال ما كنت آكل أكلة لم يأكلها رسول الله صلى الله عليه وآله. هسه يا أبا الحسن ما تقول لي هي شنو، هي حلاوة تاكلها تحلي بيها أحلقك سلام الله. قال أبد، ولكن حتى لا ينكسر خاطركم فوجأ هالشكل بإصبعه في الإناء، قال بس بهالمقدار، الباقي شيلوه. أكلة لم يأكلها رسول الله لا أضعها في فمي. مو قضية حلال وحرام، قضية أنا أحب الله عز وجل، وحبي لله يجعلني هكذا أتأسى برسول الله. لا أعطين الراية غدا لرجل شنو صفته؟ أول صفة يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، لأن أمير المؤمنين يحب رسول الله بهذا المقدار، تراه يتأسى به بهذه الكيفية. وهناك رواية أخيرة أختم بها المجلس، هي الرواية التي تختصر لك كل هذا الحديث، بحيث يبين لك أهمية الحب في الله والبغض في الله، ويبين لك أن الحب مو مجرد سلوك عابر، بل هو أصل من أصول الدين. ومن كان محبا لله كان متبعا لرسوله صلى الله عليه وآله. رواية، وأنا بمحضر أهل العلم مر عليكم في الكافي الشريف، يمكن هالشكل عنوانها رواية الشيخ والإمام الباقر عليه السلام. هذا الشيخ كبير السن يقول دخلت على سيدي أبي جعفر الباقر عليه السلام والمجلس مكتظ بأهله، مثل هذا المجلس العامر. يقول فتوجهت إلى أبي جعفر عليه السلام وقلت السلام عليك يا ابن رسول الله، فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم توجهت إلى بقية الحضور، شوف الأدب، ما سلم عليهم سلام جماعي، أول شيء خص الإمام بالسلام، ثم توجه إلى بقية الحضور قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم توجه ثانية إلى الإمام الباقر قال سيدي يا أبا جعفر أدنني منك وأجلسني إلى جنبك فإني والله أحبك، هذا رأس مالي، وأحب آبائك ولا أحبك، وأحب آبائك وأحب أوليائك لمصلحة من مصالح الدنيا. ويا ابن رسول الله إني أبغض أعدائك ولا أبغضهم لترة بيني وبينهم، ما بيني وبينهم فصل، ما بيني وبينهم ثار، أنا في الله أحبك وفي الله أبغض أعدائك، وأحلل حلالك وأحرم حرامك وأنتظر أمركم، فهل ترجو لي يا ابن رسول الله؟ شوف رأس ماله، قال أحبكم وما أحب أعدائكم، شو تقولون حلال أقول حلال، شو تقولون حرام أقول حرام، وأنتظر أمركم. فقال له الإمام أبو جعفر ادن مني يا شيخ. أجلسه إلى جنبه وهو يتكئ على عنزة، والعنزة عكازة أطول من العكازة أقصر من الرمح، تحتها يكون حديدة، نوع من العصي التي كان يتكئ عليها الشيوخ في ذاك الزمان. الإمام الباقر سواله مكان قعد بصدر المجلس، قال له تعال. قال له يا شيخ قد دخل رجل قبلك على أبي علي بن الحسين عليه السلام وسأله نفس مسألتك، فقال له والدي علي بن الحسين اعلم يا شيخ ولكم البشرى أهل الإيمان، قال اعلم يا شيخ إنك إن مت على هذه العقيدة فإنك لتلقى بالروح والريحان من الملائكة الكرام الكاتبين، ويثلج صدرك ويبرد فؤادك وتقر عينك غدا وتكون مع جدي رسول الله في السنام الأعلى، ومع أبي أمير المؤمنين، ومع جدتي فاطمة، ومع أبي الحسين، ومع عمي الحسن عليهم السلام. فقال له الشيخ أعد علي يا مولاي يا أبا جعفر ما قلت، إن أنا مت على محبتكم وعلى بغض أعدائكم، وأنا أحلل حلالكم وأحرم حرامكم وأنتظر أمركم، أستقبل بالروح والريحان مع الملائكة الكرام الكاتبين،
ويثلج صدري ويبرد فؤادي وتقر عيني وأكون مع جدك رسول الله في الرفيق الأعلى. فقال له بلى يا شيخ. أكد عليه هذا المعنى حتى أخذ الشيخ يقول ينشج نشيجا عاليا، وقد أخذ يد الإمام الباقر عليه السلام وحسر عن بطنه، وقد وضع يده على بطنه وهو يبكي، والإمام الباقر عليه السلام يمد يده على حماليق الرجل يمسح الدموع من عينيه وينفضها منه. حتى أتم الحديث قام الشيخ سلم على الإمام، أعطى ظهره إلى الإمام، قال السلام عليكم ورحمة الله، سلم عليه طلع. التفت الإمام إلى أصحابه قال من أراد منكم أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الشيخ. اللهم صل على محمد. بالله عليك هذا الشيخ شنو رأس ماله؟ إيش جايب للإمام؟ جايب له حب. أحبكم وأحب أولياءكم وأبغض أعداءكم. يقول الراوي فما رأينا مأتما يشبه هذا المأتم. تعبيرنا حولها قلبها إلى قراية. إيش قال؟ مجرد قال أحبك يا ابن رسول الله وأحلل حلالكم وأحرم حرامكم وأنتظر أمركم. ما تقومون به أهل الإيمان من إظهار للحب لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذه مو مجرد عاطفة جياشة. احنا مو هالشكل والله شنو متعودين كل سنة وفاة فاطمة المعصومة نجي نعزيها، لا، هذه التعزية وهذه المواساة هذا دين، بل هذا كل الدين في ثقافة أهل البيت عليهم السلام. غيرنا يفهم الحب غير فهم مشكلته، احنا الذي نفهمه بأن الدين هو الحب في الله والبغض في الله. أنت جنابك الكريم لما تجي تتحمل الطريق بتعبه بمشايته لا بالسواد على فاطمة المعصومة، حاضر بمجلسها تذرف عليها الدموع، تقول هاي الدموع مواساة لها. إخواني هاي مو فلكلور شعبي احنا هالشكل نسويه، هذا دين، بل هذا كل الدين في ثقافة أهل البيت عليهم السلام. وهذه سنة رسول الله الذي طالما حث على البكاء على عترته وزيارة قبورهم. الله يرحم العلامة الأميني صاحب الغدير عنده كتاب اسمه سيرتنا وسنتنا في مصادر القوم من ثواب البكاء على الحسين عليه السلام، حتى يقول لك ترى بكانا على الحسين 1400 سنة هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، مو عادة شيعية، هذه سنة نبوية، هذه سيرة رسول الله في تعظيم عترته وذكر مصائبهم وفضائلهم كما تقومون به أهل الإيمان. وهذا المعنى كان من المسلمات في عقول وقلوب الشيعة، اللي لما وصلت فاطمة المعصومة عليها السلام على مشارف قم خرج كبير الأشاعرة كبير القميين موسى بن خزرج رحمة الله عليها. ليش طلع حافي حاسر وهو شيخ عشيرة؟ دولة أهل قم أهل حديث، أهل قم أهل قال الصادق قال الباقر عليه السلام، يدرون بأن إظهار الحب هو أس من أسس الدين. قال له يا شيخ أنت كبيرنا، أنت شيخ عشيرتنا، اجلس بصدر الديوان، احنا نجيب لك الضيوف نجيب لك القافلة. قال أبد، هذه عمة الإمام وهذه بنت الإمام وهذه أخت الإمام، أنا أتشرف بقيادة زمام ناقتها. احنا عندنا الدين إظهار الحب، شلون أبين حبي أنا لموسى بن جعفر إذا ما أستقبل بنيته؟ وفعلا أخذها وهي في تمام عفتها ونجابتها وجلالتها وخفارتها، ومعها العلويات من بنات موسى بن جعفر. إذا أردنا أن يحدثنا الحادي تحدثنا معه بهمس بصوت يملأه الوقار. قالت لعرج بنا إلى بيت النور. هذا هم يمتثل لأنه يحب موسى بن جعفر، يحب علي بن أبي طالب، لازم يظهر الحب في امتثال أمر فاطمة عليها السلام وأخواتها. أكو بنت إمام ثانية وعمة إمام وأخت إمام هم ركبوها على ناقة، ولكن اسألني من الذي قاد زمام ناقتها؟ يسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها. 2 سنين 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين 11 سنين 12 سنين 13 سنين 14 سنين 15 سنين 16 سنين 17 سنين 18 سنين 19 سنين 20 سنين 21 سنين 22 سنين 23 سنين 24 سنين 25 سنين 26 سنين 27 سنين 28 سنين 29 سنين 30 سنين 31 سنين 32 سنين 33 سنين 34 سنين 35 سنين 36 سنين 37 سنين 38 سنين 39 سنين 40 سنين 41 سنين 42 سنين 43 سنين 44 سنين 45 سنين 46 سنين 47 سنين 48 سنين 49 سنين 50 سنين 51 سنين 52 سنين 53 سنين 54 سنين 55 سنين 56 سنين 57 سنين 58 سنين 59 سنين 60 سنين 61 سنين 62 سنين 63 سنين 64 سنين
إذا فاطمة المعصومة كانت تخاطب الحادي بهمس تقول له عرج بنا على بيت النور، زينب هم كانت تخاطب الحادي بس شلون حوار وشلون خطاب، تقول له اخذ راقي درب وامشي يا حادي لا تطر الناس، ترى الوادم يعرفوني بنت حيدر واخت عباس، علي صعبة يشوفوني على الهزة المهبطة الراس، شقولا للي يقلولي جحاد الضعن وين، شقولا للي يقلولي يم الخدر خدرك وين، وانا عمود صيواني طاح بطيحة الجفين، يا حادي شلون اشيل الراس وعلى الرمح راس حسين، يعايني ويصد لي يا الحادي بنظر عينه، يا حادي وراس اخوي حسين طول الدرب يبرالي، وجن بنظرته يقول لي خل عينك على عيالي، هزل النوق يا زينب واخاف ان توقع اطفالي، هلا هلا بعليل اليوم كون اكثر تبارينا. بعد يا حادش عندك؟ قالت اسولف لك يا هالحادي لما كنت بالكوفة وابويا على الخلق سلطان بيامه المعروفة، والله ومن يجبل علينا العيد تحب الواد مجفوفة، ويقلوا لنسانة تريد تعيد زينب بالعيد، تحب من الجدم والايد منك نطلب الرخصة تعايدها وترد لي انا، يا علي نطلب منك الرخصة نسواننا تسلم على فخر المخدرات بالعيد، امرأة وتلتقي مع النساء وين المانع يا أبا الحسن؟ تقول وابويا الفحال ما يرضى نساهن من يعيدن، خايف لا الزلم يرحن ويحجن من يشوفن، وعقب ذاك الخدر لنين يسمعن على الهزل والنين، يا حادي الموت أشوالي ولا تتشمت بحالي، شقل توقف قبالي وينشدوني عن الوليان وعن ذاك الخدر وينه. مروا بها بالكوفة وتذكرت أيام عزب أمير المؤمنين، يلا وذا قلبك مشتاق لأمير المؤمنين، أدري ما صار لك فترة مفارقة ولكن هذا أبو الغوث وحاضر الشدات. قالت ما هقوتي ابو حسين يرضى وجفنا على الذلة يغمض، يا طارش عجل بمسراك وخذ لي رسالة عتب وياك لابويا الصميد مدير الافلاك،
ومن توصل قل له يا حياك يا حياك زينب اللي كانت قبل بحماك مدللة وتحرسها الأملاك صارت يا ابوها بولية عداك. هذه رسالة الأمير المؤمنين ودتها زينب، ما سمعت إجابة. قالت أنا عندي رسالة ثانية لإخواني بني هاشم، وهذا البيت يجرح السادة بالمجلس. قالت وين ألقى بين أهل العزايم اللي يرقى على ظهور النعايم ونطيه لإخواني علاي. لا تقول ما دل حي بني هاشم، أنا دليك عليهم. ونطيك لإخواني علايم، إخواني أهل زود ومجارم، بيمينهم بيض الصوارم وبروسهم خضر العمايم. لو صحت حيهم يا الهاشم يا طارشي حيوك لازم، رد التحية وفوت سالم وقلهم ودمع العين ساجم. هضايم يا هل زينب هضايم، هضايم يا هل زينب هضايم. ايش صاير يا حادي؟ قلهم حسين على حر الرمل نايم ومطرح بكتر الضياغم العباس والأكبر وجاسم، واللي يخلي القلب هايم نسوانكم ذيك الكرايم لا يزيد يردوهن غنايم. بعد أبيات الدعاء هم ما سمعت جواب من بني هاشم. قالت أنا راح أنخى النخوة الأخيرة وحاشاه يردني أبو الغوث. قالت وين الذي ينغار علينا أو يوصل لعد حامي الضعين، وإن كان ما يعرف ويلينا والله نابت بعينه علامة علامة السهم نابت بعينه ويسراه مقطوعة ويمين. يا طارش يا طارش يا طارش بالله يا طارش روح محروس وحمل الطيبة مني طروس لأهلي الشوس وصيح يا شوس يا أهل السمر والبيض والطوس يا أهل الشرف يا كرام النفوس وقلهم وقلبك غيظ متروس. أنا جيت بخبر والخبر منحوس الكم أجساد بحر الشموس أجساد لكنهم بلا روس والخيل حيل عليهم يدوس. وتنثني تارة تدعو مشايخها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا. قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقداج فانا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمستشهدين بين يديه. إخواني لقضاء الحوائج لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وبنية أن الله تعالى يعودكم جميعا لمثل هذه الزيارة آمنين مطمئنين لا فاقدين ولا مفقودين. نقرأ الآية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، يا كاشف السوء والبلاء اكشف عنا كل سوء وبلاء ولأواء يا الله. تقبل منا هذا القليل بأفضل قبولك. من كان في مجلسنا طالب حاجة اللهم اقض حوائجهم جميعا، وإلى من مات على الإيمان سيما موت المؤسس والحاضرين، وإلى روح مولاة فاطمة المعصومة نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.